بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله في فيديو جديد مع بعض. احنا هنا عند الفراخ البيضة والبط. طبعا النهارده حر جدا جدا جدا، فقلت بقى لازم اطلع انضف لهم العشه واكحتها حلو من اللي فيها وانضفها وارشها لها تبني زي ما انتم شايفين كده. طبعا عشان الريحه وعشان ال الارض تبقى نظيفه بتاعتهم بتاعت العشه، فقلت بقى اما انضف لهم. نضفت لهم الجنب التاني، مش صابرين بقى على الاكل، فحطيت لهم طبعا الشوال وعليه العلف اهم بياكلوا، ونضفت لهم الجزء التاني اهو زي ما انتم شايفين، وخليت العشه زي الفل اهم. بسم الله ما شاء الله بياكلوا. النهارده بقى عايزين ايه؟ ناخد واحده ولا حاجه نذبحها من هنا، ولا استنى عليهم شويه؟ نستنى عليهم شويه لحد ما ايه ريشهم يكتمل كده، ويبقى ريشهم يعني يملي كل جسمهم كده، يكونوا كبروا شويه. هنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله بياكلوا، والبط بياكل معاهم، والبط ما شاء الله زي ما انتم شايفين كبر ازاي عن الاول طبعا بكتير. واهم حاجه طبعا في الحر ده النظافه، النظافه اهم حاجه. انا حطيت لهم طبعا على العلف هنا، طبعا ما لحقتش اوريكم. انا حطيت علف، وحطيت رده، وحطيت شيح وبس، يعني ما حطيتش حاجه تاني. وهحط لهم بقى الميه، واحط لهم الميه بتاعتهم بقى يشربوا. هم زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. في ناس بتقولي ان الوزن دوت قليل على حاجه و20 يوم، ممكن يكونوا بيردوا معايا، ممكن يكونوا بيردوا. على فكره انا اول مره في حياتي اربي الابيض، اول مره. يعني الفراخ البيضه دي ما جبتش انا فراخ بيضه قبل كده، غير جبت 4. قلت اما اشوفهم كده وكبروا شويه، وكان عندي في البلكونه صغيره عليهم، فذبحتهم وهم حوالي شهر كده او 28 يوم حاجه زي كده. بس المره دي اول مره اجيب الابيض، يعني يعتبر اول مره اجيب الابيض واربيه كده لحد ما يكبر معايا لحد دلوقتي. طبعا ان شاء الله يومين 3 وهبدا ازود، احط لهم علف، يعني حاجه تانية مع العلف تتقل وزنهم بسرعه في الاسبوع مثلا اللي باقي اللي قبل ما اذبح على طول، عشان اغير طعم العلف، عشان ما يبقاش لحمهم زفر ولا حاجه، يبقى لحمهم مسكر وكويس. فانا هغير، احط حاجات مع العلف، احط العلف بنسبه بسيطه، واحط حاجات تانية هتزود معايا الوزن وهتخلي طعم لحمهم يتغير. فتابعوني بقى في اللي جاي ان شاء الله، وما تنسونيش في الاشتراك واللايك والكومنت. فاهم حاجه عندي النظافه. بصوا الفراخ بسم الله ما شاء الله ريشها ابيض ونضيف ازاي، لان انا كل يوم لازم انضف لهم. مش مساله ان الدنيا حر لازم انضف، لا، سواء حر او برد لازم كل يوم انضف لهم. ما ينفعش ان هم يستنشقوا ريحه الفضلات بتاعتهم، لان كده جهاز التنفسي بتاعهم هيتعب، وهتلاقي الفراخ معاكي بتنهج ومش هتديكي وزن، وفوق كده هيجي لها اسهالات. فاحنا في غنى عن ده كله. فانت هتتعبي التعب، انت بتتعبي لنفسك ولولادك وكده. فانت التعب دوت بيخلي معاكي الحاجة تطلع كويسة وتطلع نظيفة وتاكليها حتى بنفس، لان مفيش حد غريب بياكلها. انت مش هتاخديها مثلا تبيعي. انا دلوقتي انا بربيهم لولادي وبربيهم لبيتي، فلازم ابقى وانا بربيهم وبذبح الحاجة ابقى بذبحها بنفس، وبذبحها مبسوطة ان انا هاكل منها، لان بتبقى نظيفة ومهتمة بكل تفصيلة فيها، اكلها شربها كل الكلام دوت. فيا ريت اللي عنده مكان وحابب يربي يربي. والله التربية يعني مش غالية زي ما تشتري من بره. يعني لو رحت اشتريتي ايه فرخة يما؟ بلدي او فرخة بيضة هتعدي 200 جنيه. فانتي التربية افضل ليكي واحسن واوفر وانضف. طبعا هنا بوريكم الفراخ البلدي. طبعا هما الاتنين محطوطين مع بعض، يعني كل واحد محطوط في رف لوحديه. وطبعا هنا بياكلوا وبيشربوا اهمت. والله الواحد بيبقى مبسوط وهو بيربي في بيته، بياكل بيذبح من بيته، لان دوت خير موجود في البيت. وبكده يكون الفيديو خلص، واترككم في رعاية الله، ومتنسونيش في اللايك والاشتراك. مع السلامة.